مهمة الشاهد الأساسية إنه يشهد بالحق، والشهادة بالحق مكلفة وليها تمن. لكن لما تكون الشهادة دي تخص يسوع المسيح، هل هتحتاج تفكر مرتين علشان تقول الحق؟ الشاهد الأول بيلاطس البنطي. أنا فعلا شهدت بالحق وقلت إن يسوع رجل بار، واكتفيت إن أحكم عليه بالجلد عشان أسكت صراخ الشعب. لكن الأصوات زادت، خفت الشعب يتقلب ضدي وأخسر الحكم، واضطريت إني أوافق على الصلب. اصلبوه. الشاهد الثاني بطرس تلميذ يسوع. أنا مش عارف عملت كده إزاي. أنا كنت بقوله لو العالم كله أنكرك أنا لا يمكن، بس ضعفت ووقعت. انت واحد من تلاميذه. لا ما اعرفوش. وانكرت اني اعرفه. كنت خايف يقتلوني واتحبست جوه خوفي. انا لا يمكن اسامح نفسي. الشاهد الثالث مريم المجدلية. بالرغم من الخطايا اللي كانت ساكنة جوايا، يسوع اداني حب وقبول وحياة جديدة. وبعد موته كنت تايهة وخايفة، مش عارفة هكمل ازاي. ولما رحت وشفت القبر فاضي ما كنتش فاهمة، لكن لما ظهر لي وشفته وأكد لي إن هو قام فرحت. قال لي روحي بشري بقيامتي. جريت وبعلو صوتي ناديت القبر فاضي، يسوع قام. الخوف والخطية دايما بيكونوا سجن، لكن هل ممكن يكون في طريق للخروج؟ أكيد. أنا رجعت وتوبت، وكنت أتمنى يقبل توبتي، لكن لقيته هو اللي بيدور عليا وظهر لي، وشفت محبته ليا وغفرانه، وافتكرت وعده ليا إني هكون صياد للناس. ممكن تكون مسجون جوا خوفك وإحباطك وخطيتك. ممكن تكون مستسلم أو بتعافر تخرج. الصليب والقيامة خطة الله لينا إننا نعيش أحرار، ولما تكون حر هتقدر تشهد وتكون صياد للناس.